محامي شيرين عبدالوهاب بعد خروجها من المستشفى يكشف كواليس الأيام الماضية في حياتها. كشف المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب كافة تفاصيل أزمتها الأخيرة أثناء مكوثها بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث انتهت فترة علاجها ورفض المستشفى التصريح بخروجها، موضحا أنه صدر تقرير طبي من مجلس الصحة النفسية أن حالتها لا تستلزم البقاء داخل المستشفى، إذ من الممكن استمرار علاجها من المنزل. وقال ياسر أثناء مداخلة تلفزيونية: الفنانة شيرين عبدالوهاب بصحة جيدة وحالتها الصحية تمام التمام. وأوضح أن موكلته شيرين عبدالوهاب خرجت من المستشفى بعد صدور تقرير طبي من مجلس الصحة النفسية أن حالتها لا تستلزم البقاء في المستشفى وأنها يمكنها استكمال علاجها من المنزل. وتابع قنطوش: النهاردة خرجناها من المستشفى وهي بصحة كويسة جدا ورجعت على بيتها. وحول علاج شيرين لمدة 20 يوما فقط، وهل هي مدة كافية للعلاج؟ أجاب ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب: ومين قال إنها كانت تعبانة وتحتاج لام 20 يوم علاج أو أكثر؟ وردا على الإعلامية ياسمين عز بأن شقيق شيرين عبدالوهاب قال إنها تحتاج للعلاج، علق قنطوش: أخوها اللي قال، مش دكتور ولا طبيب متخصص، مين قال إنها بتحتاج للعلاج أو أنها في حالة سيئة؟ الفنانة قبلها بأسبوع كانت عاملة حفلة كبيرة. وحول تأخير صدور التقرير الطبي لمدة 20 يوما، أوضح قنطوش: طول الوقت بتتعرض لحملة ممنهجة للشك في شيرين، لكن كل حاجة بانت للرأي العام وأنها في حال جيدة. وحول التسجيل الصوتي الذي نشره أمس للفنانة شيرين عبدالوهاب قال: هو ليس تسريب صوتي، هي رسالة طلبت مني أني أوصلها، والحمد لله عملنا اللي ربنا قدرنا عليه وهي في بيتها في سلام وأمان، والفترة الجاية مركزة في شغلها كويس، وهتطلع تقول لجمهورها كل حاجة حصلت معاها في فيديو هتسجله. وتابع قنطوش: منعنا من دخول المستشفى أمس، رغم أنها من المفروض أن يكون وجودها به اختياري وليس إجباري، وأن تستقبل به زيارات. وحول كيفية تسجيل رسالة بصوتها لإرسالها له قال قنطوش: مش بتليفونها، وناس حاولت تساعدها، وإحنا مش عايزين نعملهم مشاكل جوه المستشفى. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.